ولو تقاطر حولي تعالب الموت فالموت موت فصيلتي. أريد بعضا من الوهم يؤشر عكس اتجاه الحقيقة، فمنذ ارتدى جسدي ثوب المدافع عن الخسارة والأرض لم تعد فوق كتفي، طفلتي شخصتي قبلتي قبلتي دمي العارية من عروق مذلتي. مكتمل وجهي الآن أتعرفيني؟ كفي عن البكاء وتذكري رعشة الثلج من جمر أشعاري إليك. تذكري حديث الظل وكتب السعالير. سيزيف أورثني صخرته في دمي، فهاتي يداك تشتت ضحكات الأطفال في عروقي. هل أصيبت؟ هل بلغوا صمتي لدمع أبي ولأول الشهداء؟ فليختصرني الوقت إلى خطأ بسيط في القصيدة أو غيبوبة فقدت حدسها مثل دمعة حبلى ولم تنجب سرها. خطوتان نحو السور المتعرج وتكتمل الصخور والمرتفعات بأحشاء الجبل الغامض، وأنت في المغيب منتظرة، فلا تخجلي من تدفق شرايين النهر ولا من نظراته. فأنا عندما أقدم باقات الود للبحر تسكنني صفحات كفك والرعشة الأولى. مكتمل وجهي الآن أتعرفيني؟ كفي عن البكاء واعتصري مشنقة الأبجدية الحرة حتى تصير القصيدة بلا دموع. أخاف من الوهج ووقفة الحاقدين فوق الأرصفة، فمدي يداك لتأخذ من حليب روحي بياض الخيال. فكل طريق مشيت فيه أورثني غباره وسيارة الإسعاف، وأنت كحرف الألف واقفة على أول الطريق تبحثين في حقبة الزمن العنيف عن بقايا الرماد، عيون السؤال، سجل الحياة، عنقود العمر الضائع في مهب الغياب. ناقص وجهي الآن. شكرا للشاعر أحمد رشاد. مع شاعر عبد الوهاب المغولي، قول لنا حاجة كده. بعنوان يا جنتي بسم الله. وقصيدة الزجل يعني لفت نظري زيارة للتجربة في الثلاجة والبطيخة المملوءة بالإنفلونزا الخنازير، ونحمل فيها وزارة الصحة المصرية، فعملت زجل عن إنفلونزا الخنازير. أقول بسم الله ربي ورباك يا جنتي بسم الله ربي ورباك، كبرك وراباك وأكثر فيك الثمرات لآخر الحكاية والحكاية، يكفيني بها ويفكرني ويريحني من شقاء الدنيا ويسكنني جنات الخلود، جنات الخلود، وفيها يطعمني ويسقيني يا جنتي ربي ورباك كبرك وراباك لآخر الحكاية والحكاية، يزكيني بها ويطهرني ويريحني من شقاء الدنيا ويسكنني جنات الخلود، وفيها يطعمني ويسقيني يا جنتي بسم الله ربي ورباك كبرك وراباك. أما عن إنفلونزا الخنازير بنقول إنفلونزا الخنازير دي حاجة تخلي عقل العاقل يطير. اتهمنا الخنازير وسبنا أصحاب البلاوي الكتير من بني الإنسان اللي بيجلبوا الرزق من الزرع بالهرمونات، لأنهم حد عايش ولا حد مات، والهرمونات بتمسح من الجسم المناعات وتؤدي إلى الوفيات. إنفلونزا الخنازير دي حاجة تخلي عقل العاقل يطير. جميل. عبد الوهاب المغولي بيكتب بعفوية وفطرة قصائية جميلة، لكن هو بيعبر عن إحساسه. ودي حقيقة. شكرا لك يا أبو عبد. ده جميل. بجيب الورق معايا ولكن حافظها فبرضه المفروض تكتب معايا. لا ده حلو. حاجة جميلة فعلا. إن شاء الله. هنعود إلى ضيفنا الكبير ونجمنا، ثم سنترك مساحة مفتوحة للأخ أحمد عبده بعد أن نستمع إلى الأستاذ سيادة المستشار عبد اللطيف سرحان. طوفنا حول الشعر وحول الفن واستودعناك واكتنزناك بسؤال نعتبره على قدر المسؤولية.
هناك وانا اللي عاوز يعني يقدر يقف في البلكونه، يقدر يقف، مش مشكله خالص يعني، بس عشان نسمع بعض. واحنا او يكلمنا واحنا برضه هنسمع. هناك شخصيات هامه في حياتنا، شخصيات مؤثره، شخصيات تركت بصمات معينه او بصمات معينه منذ البدايه. هل تذكر لنا بعض الشخصيات التي أثرت فيك منذ البداية؟ يا الإنسانية الولد الله يرحمه، الولد مشبك كده، هو كان يدخلني الأزهر عشان أبقى إمام خطيب مدرس الأزهر، يعني عليه دين يعني على السلطان، هو يعني يخلي الأزهر الولد الله يرحمه عشان أبقى راجل دين، يعني إمام خطيب في مسجد أو في مدرسة الأزهر، ده كان هدفه. وربما هذا كان سر التحويل من الهندسة للشريعة أو القانون. هو خدني الإمام الشافعي رضي الله عنه وقال له يعني كده إن الدفع إلى مدرسة الأزهر عشان يدرس المذهب الشافعي في الأزهر على مذهبك يعني. فيمكن دي بقى اللي خلاني إيه؟ حولت. لما أخدت الهندسة جيت هنا. الشريعة والشريعة طبعا هي إيه؟ بتاع الفقه يعني، صحيح. كلية الفقه. والوالدة طبعا الله يرحمها، لأنه طبعا يعني حرصوا على التعليم ووقفوا ورايا. بعد كده بقى الشخصيات اللي هم مدرسين الأزهر، يعني قمة الضمير، اللي كان يعني يشرحوا من الحصة ما يروحوا فيها في أي مادة خالص، في الرياضيات أو أي حاجة. دول طبعا أثروا فينا وكانوا كلهم يعني لله الحمد يعني مثال الضمير والأستاذ يعني أستاذ أكثر. الأستاذ بود أمام المصطفي رحمه الله كان عالم في قرية هنا، وكان إمام خطيب مجلس السيارة. هذا الرجل يعني أنا كنت دائما حريص على صلاة الجمعة معاه في المسجد. كان إذا غاب لأي مشوار كان يغيب نفسه في الدفتر بتاع المسجد عشان ما يقدرش يعني مبلغ مقابل. كان في مقرأة في المسجد ما زالت لغاية الآن، كان هو بيعتبر إمام خطيب المسجد هو المشرف على هذه المقرأة. إذا برضه لها أجر إذا راح مشوار ولا أي حاجة يغيب نفسه يعني ما حد نقول لنا المدينة بتاعنا. كان بيجي دروس في المساجد مثلا يرزق بحيش أو في أي مكان تاني بعيد، يركب العربية ويروح، لازم يروح من المغرب للعشاء يجي. وكان يعني بقى يعني كان حتى بيكتب في مدرسة الأزهر، وكان عالم بعلم يعني عامل بعلم يعني في رجل الصافية السلبي. خد يا عمي خد. وبعدين بقى في رجل في البلد، رجل متصوف، رجل صوفي، يعني رجل يخطب ربنا يعني مش رحمة الله. أما رجل برضه يعني سلوك بقى كويس والدين أجل الحق الدين الجميل. يعني بس الأخ خالد ابن أخو الشيخ خالد الألفي رحمة الله. يعني كان من مرتبه البسيط ياخد واحد كده معاه يوديه جزء كده معينة كده ويدفع للناس في مرتبه، ما كانش ياخد له دخل بالمرتب. افتخدنا الشخصيات دي، افتخدنا منه زمان الطيبين فعلا. بعد ما توفاه يعني وبعدين انتهى من المسجد يروح مسجد ثاني يخطب بيت معانا غير مخلص بقى وخسراه يعني ما بيبقاش امل ولا الناس بالنسبه للقريه يعني فنفسه يتحقق. نعم. لا لكن ما فيش شخوص معينة أو شخصيات معينة في عالم دنيا القضاء أو في حياتك القضائية ما يعني لا طبعا التشكيل الإنساني يعني اشتغلنا معاهم طبعا معلمونا يعني ما كانش فيه مركز الدراسات دي مركز معين قريب قريب كان بقى بيطلع من النيابه يروح القضاء فبيتعلم من الاثنين اللي قاعد معاهم بيتعلم منهم بياخد منهم بقى ويتعلم دول كلهم يعني بالحمد يعني دول شكلوا شخصية طبعا لطيف سرحان. طيب أستاذ سامي سرحان، أنا عارف أنت يعني جيت الحقيقة وأنت تعاني، لكن هل لك أن تسرينا ببعض ما عندك أدبا أو نثرا أو شعرا؟ الصراحة أنا بتجوزت معاه حاجة كتبتها
الجورنال يعني؟ يعني احنا هناخد سبق يعني هنا سبق صحفي 12 يوم 4 ماشي خلاص. دي عبارة عن ايه اللي هي المقامات طيب ماشي. محمد احنا هنخرج من الجو المشحون ده كده بحاجة شكل أغنية كده يعني، ولو إن أنا زعلان من الأستاذ مطورة. لا لسه هيدينا لسه زعلان مساحة منه لأنه أخذ مني حاجات يلحنها ويغنيها من حوالي 5 سنين. وكل ما نتقابل أنا وهو يقول لي هذا إن شاء الله لا هو هيقول لك حاجة دلوقتي أنا عارف. ولا مش راضي يقول لي مثلا إنها مش عجباني مثلا أو مش حلوة أو مش خلي بالك هو بيستثيرك بس عشان يعني تسمعنا حاجة حلوة. ده على فكرة أنا اشتكيته للحضور في الصالون مرة قبل كده من حوالي سنة. ما هنحولناه بس لسه القضية بتاعته ما حد ما جه. عندك المكتب هو عاوزك وعاوز يضطرني ان انا اروح للاستاذ احمد يوسف. بنشوف ده بنشوف يعني. لا وايه والاستاذ احمد يوسف حبيبي. ايوه هو بس في حاجه يا استاذ انا ملحن الاغنيتين وده المعلومه موجوده مره سمعتهم ده مرافع كده وانا لحنتهم يعني هو بس ما حفظهمش. قالهم هو كان يعني في بعض الابيات كنت انت بتساعده فيه لكن هو كان ملحنهم. لا هو بيصطلون يعني انا بيصطلون يعني. لا يبقى الذاكرة هي التي قالت يا لا انا ذاكرتي في الحاجات دي كويسه. اسمع المقامة بقى بتاعت الكلمة الجديدة اللي لسه هتروح اللي لسه هتروح المطبعة. لا تمام لما نشوف ايه المشكله. تمام الاثنين زي دي هنسمع شعر مش مطبعة. حافظ مرسي منور. حافظ مرسي منورنا والله. احنا السعادة الأميرة. الأستاذ اسمه ايه حجاج ولا ايه كان بيقول دلوقتي؟ احمد رشاد. أستاذ أحمد رشاد. لا الحاج عبد الوهاب. كان بيتكلم على الهرمانة والحاجات دي. برضه كاتب حاجة تقريبا مش عارف. جميل الراجل عنده حس سابق. دخلونا الهرمونات صح يعني. والشعب بتاعنا مبقاش عنده درايه وبقينا بس نجري وعايزين نجمع وخلاص. عايزين يوصل الكلام ده مش مهم مين الكلام ده يوصل للمسؤولين ان شاء الله. نسال الله العافيه والعافيه. الثاني مع مقامه. دخلونا في الزجاجة وهرمنوا لينا الدجاجة شربونا القهوة سادة بعد ما كانت زيادة. الخضروات ويا الفاكهة هرمنتوها والرشوة صبحت مضبيخة حللتوها وفي المجالس ناس بايظة نجحتوها تزوير فساد ما يهمش يلعن ابوها. راجل مصور يعني جات على هواه. يا محفظة والفقر ساكنها صاحبك موظف يا ترى ولا ناشلها عشوائي انت يا ولد ولا مغازلها وبدل صحيح اتنحل ولا انت قابلها. النيابة مش خيابة ولا ضحك على الدقون او تلاعب بالغلابة او تلاعب بالقانون. دي وكالة من الغلابة والله واجب راح نصون المجالس للنيابة راح تشرع يا أمون. دي المقالة اللي كانت منشورة المرة اللي فاتت. يعني بعيدا بقى عن الشغل السياسي ده تقريبا يعني بشكل أغنية كده يا أستاذ حب مصر. عينيكي منها عينيك لما الحبايب حواليك مرسومة بالكحلة عينيكي والسنة لولي وخديك جري الدموع شوقي إليك والحب كله في إيديكي وقلبي هايم حواليكي وعشق كله الأراضي. يم الشفايف وردية أنا حبيب دخل الغية وعقلي قال إنك هي وجيت لوحدي برجلي. طار الحمام على البنية غنى وقال بالمصرية بلدي حبيبتي يا فندية مشتاق لكل كلمة. وشكرا. عن هذا المشاركة يعني لما انت عندك اهو ما تسمع حد
فيكم حد قاعد انا نسيته يعني من شعرائنا الجمال؟ في حد ما قالش شعر؟ مين؟ أستاذ عيد؟ لا لا، ما انا سألته. اسمحوا لي اختار شخصية من شخصيات زمان الطيبين، بتكلم فيه عن الشخصيات اللي قابلتني وانا صغير. ست هدية اللي كانت بترقينا زمان وتربط وتحط المفتاح وتلف وكده، وابويا يوسف اللي كنت دايما، على فكرة ابويا يوسف ابوه محمد ابو يوسف قاعد اقول لانه يبقى خالي، وانا قعدت معاه فترة وانا طيب. على فكرة انا هحاول ادور على الحتة دي عشان هي حلوة. القصيدة دي هي قصيدة طويلة، بس أنا هنقي منها الجزء بتاع أبو يوسف ده. خلي بالكم احنا لسه في ضرب غايش. ضرب الغايش ده مكان كده زي ضرب موسيقى ناحية. كان هناك ناس كتير ليها بصمة، منها مثلا خالي يوسف، أو نقول عم يوسف. القرابة بيننا كانت تتسع بالكلمتين. خالي يوسف كان يصلي الفجر حاضر كل يوم، الدنيا ضلمة، الدنيا عوصة، الدنيا برد، لو بتمطر حتى ثلج كان يصلي الفجر حاضر كل يوم. كنت دايما ببقى نايم، بس ودني اتعودت تسمع أذان الفجر من صوت خطوته فوق السلالم. كنت دايما ببقى نايم، بس ودني اتعودت تسمع أذان الفجر من سقاطة الباب الكبير لما تنعس من جديد اللي كانت من حديد. كنت دايما ببقى نايم، بس سامع كحته اللي بتهز الصباح. فاكرين الصباط؟ فاكر يا حاج محمد؟ لا، الصباط ده اللي هو العريش من الصباط السلمان اللي قدام المعهد. ما هو انا بقى كنت في المعهد هنا، خالي يوسف كان في المعهد المواجه ليا كده، وابنه الحاج محمد اهو قاعد على كنا مع بعض من ابتدائي لحد الجامعه يعني. كنت دايما ببقى نايم، بس سامع كحته اللي بتهز الصباط. هو مات؟ ما اعتقدش لحظة والله انه مات. لسه سامع خطوته بين السكات، لسه سامع كحته اللي بتهز السلالم والصباط، لسه شايفه قعدته بعد الصلاة منقده لسه مولع والشاي عليه، والمشنة جنبه كانت فيها ايه؟ عيش مقمر، عيش محمر، والغموس جبنة بيضة وفول مدمس، والختام الحلو كان حبة لبن من العيال. قلوب الناس عمار. الله عليك يا زمان. الله عليك لسه بقى امك هديه اللي كانت بترينا، وخالي النادي اللي كنت لازم اعدي عليه واطلع له مش عارف ايه، وابويا حجاج اللي مش عارف نحرمش. انا عندنا كلنا في الهرم، والشيخ مش عارف، والشيخ عبيد ومش عارف. الحقيقه زمان التيمين ده هو السيره الذاتيه بتاعت. هنسيب بقى الاستاذ احمد عبده. هنسيب بقى الاستاذ احمد عبده في مساحه بقى مفتوحه، بس والنبي بقى ما تقولش بقى ايه عاوزك تراضي اخونا الاستاذ ثاني. لا يرضينا كلنا وترفع. الطوبة على طول صح. وده أول طار عشان الأستاذ محمد يوسف باشا اللي هو اللي برضه كان الحقيقة هو طبعا حتة إنه هو في النظرة ينزل، في الضلمة ينزل، مش هينزل. فالحقيقة مؤثر جواه الحقيقة زي بصمة جواه. بس تعزف فنانين مع الفنان الجميل أحمد عبد الله. حد زهق؟ لا والله جدا يعني انت في حاجات مغيرة فيا النهارده.
احنا نحن احمد وان شاء الله مع الاستاذ احمد لطيف عشان برضه الناس اللي ساكنه. الاستاذ احمد عبده الفنان الجميل. لا الف سلام عليك. عني وموت العود خالص يعني. لا اتفضل احنا حاسين بيه.
انت نجم الحفل ده، انت نجم الحفل ده. لا لا، انت النجم الاوحد. بعدين سجل على الموبايل. تعالى سجل بسرعة. الفيديو بتاعك واسع أوي. الفيديو بتاعك ضيق أوي. تعال ممكن نشوف لا الناحية التانية أحسن كده أحسن. ما ينفعش انا بركز مع السعادة يا جماعة، بيقول باحساس عالي قوي قوي. تعالى وكم صور فيديو الصوت. انت كمان صور الصوت. تعمل له صوت بس.
أخي يظهر من المدى بقى عشان ولو يعني أخي جواز مش تبع الولاء مش حفظ احنا بقى كويس مقطع برضه ارضاء نور. هو انت كده تعبان، انت ممكن لو جيت كده شوية كده شوية انا حد مش هيحبها. ايوه بس الراجل بقى النشيد القومي بتاع المنظر المختصر شعر الاستاذ رفعت المختصر.
مش صور هي فيديو يعني انت قدرت توحد احاسيسنا مع احاسيسك طول ما انت كلنا معاك قلبا وقالبا نبضة عمل ذكر جنبه وبعدين ان شاء الله الدكه كبرت استاذ جمال وايدي تنضم للدكه كلام ما شرفنا بس لست شاعر يعني انت حديثك يعني اجمل قصيده سمعناها بلسانك شرفتنا. حد مرة يعني عشان خاطر الاستاذ سامي والدروس الحقيقيه
الناس اللي هتغادر يعني بنها وللقاهرة وكده. يعني واحنا يعني زعلانين ان احنا نكتب يعني. فقبل الختام لابد نعود الى ضيفنا الأستاذ المستشار عبد اللطيف محمد عبد اللطيف سرحان، ونقول له هذه الأمسية كانت بشرف تكريم، يعني بشرف حضورك إلينا، بشرف احتفاء ليه بتهيألي تحت؟ وما وصلت إليه. عارف خليل الراجل الواد الكبير ده شوفه تحت بقى. هي مصدر فخر لنا بص إبراهيم وتقييم وكبشر على وجه التحديد على وجه الإطلاق يعني. فنشكر لك هذه التلبية وندعو لك دائما بمزيد من التقدم ومزيد من الصحة، ونقول لك أنت خير من يمثلنا وخير من يشرفنا، ونقدم لك يعني شهادة تقدير قلوبنا، وحروف هذه الشهادة مكتوبة على قلوبنا، لكن أهو كانت العادة أن نقول لك أن نقدم لك شهادة تقدير متواضعة هي أقل بكثير مما يمكن أن يقدم لك، لكن هي عادتنا في الصالون يعني. من منطلق الفخر والوفاء تتقدم أسرة الصالون الثقافي بمرصفة إلى الأستاذ المستشار محمد عبد اللطيف سرحان بخالص التقدير وعميق الاعتزاز على ما قدمه من فيوضات أدبية وفكرية هي علامة مضيئة على جبين الثقافة العربية. بنهديها لك وبنقول إن هي قليلة لكن هي عادتها. مين اللي هيصور لنا لقطتين برضو في أبو رفعت ألغي بقى الملف. استنى جرت العادة برضو ان احنا بنقدم شعار الصالون، هي حاجة متواضعة فهنديها بقى للأستاذ حافظ موسى المرة دي وهنديها لك باعتباره عضو مجلس إدارة الصالون عن مدينة بنها ومحافظة الفيوم. تفضل حافظ فيها. شرفنا طبعا المستشار محمد عبد اللطيف طبعا شرف لينا وهو شعار حاجة نعتز بها جميعا. سبق سعيد على أبيك بهذا الشعار على قلوب حنين قبل أن يكون على ملابسنا. نعم. ونلقاكم دائما على خير وإلى أمسية قادمة. لكم مني كل التقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفتنا ونورتنا.